أنا وجوزي كل ما بنفتكر اتجوزنا بعض إزاي بنقع من كتر الضحك. مبدئيا إحنا كنا يوم جمعة وكنا بنغسل وبننضف الشقة، فماما قالت لي روحي نضفي الشبابيك عشان عليهم تراب من بره. فأخدت المقشة ورحت أنضف الشبابيك، وعشان إحنا ساكنين في دور عالي فكنت واقفة على الشباك ومطلعة نص جسمي بره عشان أعرف أنضفه. وبالصدفة كان أخويا الصغير قاعد وقتها بيتفرج على التلفزيون ومعلي الصوت، وفي عز ما أنا واقفة ومندمجة في التنظيف والفرجة على المسلسل اللي شغال، عدى واحد في الشارع وشافني وأنا بنظف، افتكرني عايز أرمي نفسي، ففضل يزعق لحد ما الناس اتلمت ويقول لهم دي عايزة ترمي نفسها، وأنا أصلا واقفة ومش واخدة بالي وفاكراه صوت شخصية في المسلسل. المؤمن بس اللي هيعمل لايك واشتراك ويكتب كلمة حلوة في التعليقات. فجأة لقيت الناس تحت البيت عمالين يشاوروا ناحيتي ويقولوا واحدة هترمي نفسها، وأنا من غبائي بقيت أبص معاهم وعمال أقول هو فين يا جماعة اللي هيرمي نفسه ده، لحد ما استوعبت إنهم بيتكلموا عني أنا. بس ساعتها كان الغبي اللي خلى الناس تفتكرني هرمي نفسي طلع لماما وقال لها عندكم واحدة عايزة ترمي نفسها. فماما دخلت تقولي في واحد عبيط بره بيقول عندكم واحدة عايزة ترمي نفسها، أمال مين اللي هينظف معايا باقي الشقة؟ وطبعا مش محتاج أقول لكم إن العبيط ده يبقى جوزي دلوقتي.